في الفيديو ده خلينا نشوف سوا ازاي ممكن نصلح الشيدنج ايرور ده باستعمال النورمال editing tools. يلا بينا. اول حاجه نعملها ان احنا هننزل البلين، بعد كده هنقلل الويدث والهايت سيجمنتس، بدل 10 هنخليهم 4 ونخليها ماينس زي. بعد كده هندوس NB ونخلي الاوبجكت بتاعنا editable بان احنا ندوس C. بعد كده هنروح للبوليجون سيلكشن تول وهنشيل كل دول. بعد كده هنرجع تاني للفيرتكس سيلكشن تول وهناخد البوينت دي نعلم عليها وندوس MS عشان نفتح البيفل تول. بعد كده هنيجي في السبديفيجن نزود سبديفيجن 1 وهنخلي الدبس ماينس 100 وهنسحب نخلي الاوفست 50. طبعا نخلي بالنا واحنا بنسحب علشان ما يعملش اتنين فوق بعض. بنيجي من النص ونسحب لحد ما نوصل لل50. بعد كده هندوس UE علشان نعمل remove ingun lines. لو دوسنا U ونزلنا كده بعينينا عند حرف ال E هنلاقي كلمة remove inguns. بعد ما بنعمل كده بنرجع تاني للبوليجون سيلكشن تول، نتأكد ان احنا واقفين على البرش بتاعة السيلكشن، نعلم على البوليجونز ديت وبعدين ندوس كنترول ونسحب لجوه حوالي 50 سنتي. الشيدنج ايرور بتاعنا بيظهر لو الفونج تاج الانجل ليميت بتاعه مقفول، او لو الانجل ليميت بتاعنا اكبر من يعني 90 بيبتدي الشيدنج ايرور ده يظهر. خلينا نقفل الانجل ليميت دلوقتي ونرجع للفيرتكس علشان نعلم على الفيرتسيز دي كلها، كل الحاجات اللي جوه دي. بعد كده نرجع تاني للبوليجونز او البوليجون سيلكشن تول، نتأكد ان احنا واقفين عليها. بعد كده ندوس رايت كليك علشان ننزل تحت كده ونلاقي حاجة اسمها نورمال editing، ندوس عليها بنلاقي السكرين دي كده طلعت. وبنلاقي لو بصينا تحت كده تحت كلمة display في حاجة اسمها vertex normal وفي حاجة اسمها polygon normals هي الخطوط السوداء، والvertex normal هي اللي متلونة بالأبيض. لو جينا رجعنا على الpoint selection tool بنلاقي عندنا الشكل دوت. طبعا الاتجاهات بتاعة الفيرتسيز دي كلها مش صح، عشان كده الشيدنج ايرور ده ظهر. بنيجي هنا عند الدايركشن، لو فاكرين احنا كنا عاملين ماينس زي، خلينا نجرب بلس زي وندوس الاين، فبنلاقي عندنا حاجة بالمنظر ده كده. طبعا دي شكلها غلط. بنيجي نقوم دايسين ماينس زي وندوس الاين بتلاقي الشكل ظبط. طبعا احنا معلمناش على الفيرتكس ديت فشكلها بقى بايظ بالمنظر ده. نعلم عليها وندوس ماينس زي وندوس الاين بتلاقي الشيدنج ايرور اللي كان موجود اختفى. هنقفل النورمال اديتنج ويندو اللي كانت مفتوحة. بعد كده نتأكد ان احنا معلمين على البلين بتاعتنا، نيجي نتأكد ان احنا دايسين على الت ونفتح ننزل اول سيمتري بتعمل كلون او سيمتري من الاوبجكت بتاعنا الناحية التانية. عايزين كمان واحدة علشان نكملهم 4. هنيجي في اخر سيمتري نزلت هندوس اوف في الاكس وهنفتح في الواي. نتأكد ان احنا معلمين في الويلد هنا كده على كروسس بلين، ونيجي في الاوبجكت بتاع السيمتري التاني نعمل نفس الكلام. لو مش حابين نشوف البلينز دي اللي هي الخضراء والحمراء بنيجي نعلم على الاثنين سيمتري اوبجكتس وتحت شو بلينز بنشيل التشيك. بعد كده نتأكد ان احنا معلمين على اول سيمتري اوبجكت وندوس الت وننزل subdivision surface، ندوس NA عشان نشوف الشيدنج بتاعنا شكله عامل ازاي. لو بصينا شوية كده بتلاقي ان هو في شكل مش عاجبني قوي في الشيدنج. ده حصل بسبب ان كمية البوليجونز اللي عاملة الشكل قليلة، فبنبتدي نشوف تكسيرات بالشكل ده. خلينا عشان نحل حاجة زي كده بنعلي بس السبديفيجن في الفيو بورد وريندرر، فبيطلع عندنا في الاخر شكل بالمنظر ده. خلينا نقفل الورك بلين علشان نشوفه بشكل احسن وبس كده.